السلام عليكم أصدقائي في المطبخ الصحي السهل اللذيذ. اليوم ما كانش وصفة، كاينة خلطة سحرية سرية هندية خاصة لتعطيك بنة على بنة الأكل تاعك في نفس الوقت مليئة بالفوائد وتقي من الأمراض. والخلطة سهلة تخلطيها مرة في حياتك، مرة في العام، وتقعد لك عام كامل إذا كنتي ما تستعمليهاش كل يوم، ومعمرة بالفوائد وتعتبر كعلاج. نحتاج في الخلطة هذه ثوم طازج وزنجبيل طازج، لازم زنجبيل الجديد، كميتين متساويتين من أحسن قد بعضهم. هذو وزنهم حوالي 100 غرام 100 غرام. تقولوا لي قديش؟ خاطر جربت وزنت نلقاهم 100 غرام 100 غرام، ماشي شرط اذا كانت واحده فايته واحده. ثم تنقعوه في الماء باه يجيكم سهل التقشير. اما الزنجبيل الرحمه على والديكم ما تقشروش كما يقشروا البطاطا، خاطر شفت ياسر في اليوتيوب يقشروا كما يقشروا البطاطا، ينحوا قشرته بكل. هذه طريقه التقشير. هذا مكان القشره تتنحى بكل سهوله، ما تحتاجيش موس ماضي، تتنحى هك، والباقي الفوائد تبقى محافظ عليها. ونكملوا نقشروا باقي الزنجبيل بهذه الطريقه. هنايا الثوم بعد ما نقعته في الماء، هذه الطريقه السريه السحريه الثاني باش تسهل عليك تقشير الثوم بكل بساطه، سورتو اذا كان الثوم رقيق كما اللي كان عندي. الخلطه هذه يقولوا لها معجون الزنجبيل والثوم، خلطه هنديه تدخل في جميع الاكلات الهنديه. وانا هذه في كل مره كنت تشوفوني نديرها، نقول لكم اذا ما عندكمش سكرجوا زنجبيل والثوم، بس هذه ابسطها خاطر تحتاجي ديريها مره في العام وخلاص. الخلطه هذه تدوم اكثر من 6 اشهر حسب ما هزيت الوصفه، وصفه هنديه الساعة باه نقول لكم. ماهيش جزائريه، حنايا ما نديروش سكنجبير، سموه سكنجبير، ما نديروش الطازج، هذا نديروه اليابس. الوصفة هندية وتسهل عملية الطبخ. كي شفتها عند واحدة يوتيوبرز هندية قالت تقعد أكثر من 6 أشهر، ونايا قعدت لي عام وشهرين. درت هذه صورتها. حاولوا تنشفوا الزنجبيل والثوم، نشفوه قبل ما تبداو تخدموا عليهم. درتها العام اللي فات في جونفي في 2022. اليوم أنا 2023 30 مارس، لحد الان ما زلت لي شويه زعما باه نصورها لكم، بس يطول باش نصور لكم شويه. هذه قعدت كما هي في الثلاجه. بعد ما نشفوهم نرحوهم، وهنايا لازم ما تقدروش ترحوهم وحدهم الا راح يفسدوا لكم. نحتاجوا اضافات اللي هي مواد حافظه طبيعيه، اللي هي كركم والملح وزيت الزيتون، ولازم ملح احرش. الملح الاحرش في زيت الزيتون مغرف كبيره مغرف كبيره، والكركم مغرف صغيره. هادو في 3. هادو في الملح الاحرش الطبيعي، ماهوش اللي فيه الصوديوم، ماهوش هذاك اللي ماهوش طبيعي، باش تكونوا متفاهمين. الملح الطبيعي يعمل كمادة حافظة. يا اخي بكري يقول واحد المثل يسوس اللي ما يسوس الملح، يعني حاجه نديرو فيها الملح ما تسوس. زائد مع زيت الزيتون، زائد مع الكركم في 3. ما تخافوش من ريحه زيت الزيتون، اي نوع تقدروا تستعملوه، حتى للنوع القاصح هذاك تقدروا تستعملوه، خاطر ريحته راح تختفي. هنا هي والبنه تاع الكركم في زوج راح يختفيوا، بس راح تكون مالحه. هنايا العمليه دي خطيره، كي يعود يرحي ما تهبطوش الحواشي، ما تدخلوش المغرف. انا باك راني ولفت سنين وانا ندير في العمليه هذه. طفوا وهبطوا الحواشي كيما درت هك، طفوا وهبطوا الحواشي عاودوا ارحوا، طفوا وهبطوا الحواشي وعاودوا ارحوا. الملح قلت لازم طبيعي. الملح راني درت لكم عليه فيديو خاص ديجا حطيته على الفوائد تاعو، وانا نوع نستعملو الملح الاحرش يتباع عند العشاب. الزنجبيل لكم كل عندكم فوائد تاعو، ونزيد نذكرها لكم، اللي هو يخفف من الام الدوره عند النساء، ويعالج مشاكل الشيخوخة، مليح لمرضى ضغط الدم، ويعدل مستوى السكر، مليح الفشل الكلوي، يقي من سرطان القولون. كما راكم تشوفوا ما كاش امراض منتشره كثيره في الهند، مانيش عارفه على صحاح، ربي يبارك العوده، ولا خاطر ياكلوا كلش طبيعي، وخاصه التوابل والبذور هذه اللي ديما وصي عليها دكتور محمد الفايد، يقول استعملوا البذور مش كعلاجات في الغذاء تاعكم، هكا باش توالفوا عليها. هذه هي الخلطه تاعي وراهي واجده. نفرغوها في بولاره ونديروا عليها بابي فيلم وخلاص تقعد في الثلاجه. انا الثلاجه تاعي في الصيف ما تبرد ليش للامانه، بصح سبحان الله قاومت
ضعف برودة الثلاجة في الصيف، وقعدت لي عام كامل وانا نستعمل فيها. تسهل عليا ياسر الطبخ وفي نفس الوقت مفيدة جدا. اخدموها وادعوا لي معكم، ونلتقي في وصفات اخرى، واذا جربتوها اكيد اعطوني نتائج.